أعزائي المشاهدين، أهلا بكم النهارده في عالم الراكت، ومعانا الكوتش الكبير الخلوق الجامد اللي أنا بعزه بصفة شخصية، كابتن محمد إبراهيم. أهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا كابتن هبه، عامله ايه؟ كلمنا كده سريعا يا كوتش عن اخبار الراكت في الاتحاد وملخصه، يعني ايه اللي حصل فيه؟ يعني انا سامعه ان في اتحاد وكوره وراكت اتوثق والكلام ده، ايه القصه دي اختصارا كده؟ والله يا كابتن هبه احنا كنا بنسعى من فتره، بقالنا سنين طويله يعني. تمام. احنا وكابتن محمود المرعب وكابتن نبيل الملحي ان اللعبه ديت انتشرت كتير في اسكندريه، والجمهور بتاعها بقى كتير، واللعيبه بتاعتها كترت يعني. تمام. فحبينا ندخل اللعبه لعبه اتحاد زي التنس طاوله، زي التنس العادي اللي هو البينج بونج. فان شاء الله ربنا كرمنا وحققنا الموضوع دوت، وسافرنا القاهره ووصلنا للاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه بقياده الكابتن احمد البكري، الدكتور سامح عفيفي. في البدايه ابتدينا معاهم، وبعدين خلينا اللعبه دخلت الاتحاد. طب يعني افهم من كده ان في بطولات وفي ليله وقصه زي اي لعبه؟ في طبعا بطولات. بالفعل احنا عملنا بطوله في بورسعيد او بورتو سعيد، وان شاء الله عندنا بطوله تانية في مارينا، وباذن الله احنا بنحقق البطولات للاجيال اللي جايه بقى. تمام. بحيث ان لو في بطوله عالم موجوده في البرازيل وفي اليونان. تمام. وهم بالفعل هم بعتوا لاعيبه اسكندريه كلها او القاهره عامه، اللي هم يسافروا يعملوا بطوله كل سنه عندهم. كل سنه. ده اللي احنا بنوصله ليه ان شاء الله. تمام. طب يا كوتش عايزين نعرف منك بقى، يعني انا شايفه دلوقتي طبعا بسم الله ما شاء الله الجروبات كتير، وشوفنا برضو جروبات سيدات، يعني سيدات بتدرب سيدات وسيدات بتلعب مع سيدات. فهل ده في لعبه الراكت يعني كافي ان هو يعلم، يعني ست تعلم ست؟ هل ده كافي؟ يعني الخبره بتاعتها زي الراجل، وعايزين نعرف هي فعلا تقدر تعلم واحده زيها ولا صعب عليها؟ لا، هو طبعا صعب بيبقى على البنت او الست اللي هي تعلم بنت زيها. ولكن احنا كل السيدات اسكندريه، كل البنات احنا دربنا معظم بنات كتير، وفي بنات كتير في اسكندريه لعيبه جامده يعني. تمام. لكن ما في ست تلعب مع ست، مش هتلعب اللعب القوي زي لما يبقى كابتن قدام. لازم راجل يلعبها. صح. فعشان الست تطلع كويسه او البنت، زي مثلا كابتن هبه حضرتك مثلا بتلعبي لعبه جامد، اللي بتلعبي مع شباب، بتلعبي مع رجاله. انا عن نفسي العب مع كباتن، ما العبش مع بنات ابدا. بس انت مش مرجح ان السيدات تدرب سيدات؟ الكلام ده يعتبر ملهوش، يعني مش هيوصلوا للتارجت اللي هم عايزينه زي ما يكون مدرب اللي بيدربهم. هم بيلعبوا لنفسهم مثلا. لكن هم البنات لو عايزه تخش بطوله لازم شاب او راجل يعلمها. لان الراجل هو اصلا يعني قوي في طبيعته، قوي، فهيعلم البنت او الست، هيعلمها كويس. لكن البنت ما عندهاش خبره زينا، احنا ما عندناش خبره. احنا بقى لنا سنين بنلعب راكت، فكل السيدات دي بقى لهم يعني حاجات بسيطه، اللي بقى له 5 سنين 6 سنين 7 سنين، اللي بقى له سنه، اللي بقى له 6 شهور، فمش هيوصل لزي الشاب. تمام. فلازم انا برجح ان اي راجل او اي ست تعلمه راجل. لازم. ده غير كده مش هتبقى كويس، مش هتخش بطوله. وبعدين اصلا يعني حتى لو فعلا الجروبات دي انتشرت وسيدات كتير ابتدت تتعلم، متهيألي يعني في ناس كتير ترفض ده وبشده ان هي تنزل تتدرب مع سيدات. انا يعني بخبره ان انا شفت الاجواء دي حواليا الفتره اللي فاتت، كل البنات بتحب تلعب مع كباتن عشان تكتسب خبره. بالفعل صح كده. طبعا اي بنت بتحب تلعب مع شباب عشان فعلا تكتسب خبره. لان هي لو لعبت مع بنت زيها مش هتكتسب خبره طبعا. لا خالص. تمام. بس في بنات ما بتحبش تلعب مع شباب برضك، ما هي حره براحتها. لا انا بتكلم كلاعب بقى، كلاعب قوي. لا، كلاعب قوي لازم تدربها شباب. ده لازم. غير كده مش هتبقى قويه يعني، او مش هتخش بطوله زي معنى صح. اكيد. احنا استفدنا بمعلوماتك الشيقه والقويه جدا دي، وبجد اضفت لينا كتير يا كابتن محمد. وان شاء الله احنا اصلا لينا ماتش دلوقتي انا وانت وكابتن رحاب. تمام. ماتش قوي، احنا هنلعب دلوقتي ماتش جامد مع كابتن رحاب وكابتن محمد ابراهيم وانا. وان شاء الله يعجبكم باذن الله. تعالوا معايا بقى للماتش. مساء الفل على كل لاعب راكت في ماتش جديد.
اي نعم الماتش ده متاخر حبه اختار شويتين، بس سامحني بقى يا كابتن محمد. النهارده بقى ماتش الرياسه والعقل والاتزان مع كابتن محمد ابراهيم وكابتن رحاب. الصراحه انا اول مره العب مع كابتن رحاب، والصراحه برضو في نفس الوقت انا اتبسطت جدا لما لعبت معاها. حسيت ان في كيمياء كده في اللعب، في توازن، في نغم، في كلام رايح جاي، في شغل حلو، وانا اتبسطت والله العظيم. مش عارفه اقول ايه تاني يا كابتن رحاب. اتمنى العب معاكي برضو مره تانية. بره بقى عن لعبها المظبوط وان هي فعلا لعيبه تمام، بس انا على المستوى الشخصي انا فعلا بحترمها وبحبها جدا، واتمنى تكوني اتبسطتي من لعبي معاكي لاول مره. الصراحه كابتن رحاب من الناس اللي في حالها، يعني ملهاش لا في الهري ولا في الكلام ولا في اي حاجه، هي فعلا بتيجي تلعب وبس، وفعلا لعيبه، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلاني احترمها واحبها. حد كده مش عايز منك حاجه ولا وراه مصلحه ولا اي حاجه، يكفي بس ان هي اول ما تشوفك تضحك في وشك وتسلم عليك بكل حب بجد، من غير اي نوايا اخرى. بقى من الاخر قبل ما تفكر تنزل تلعب ماتش والسلام، نقي اللعيبه بتوعك ونقي المكان اللي هترتاح فيه، عشان هو ده اللي هيظبط الماتش بنسبه كبيره جدا. اما كابتن محمد ابراهيم كابتن خلوق جدا وانسان ومحترم، والحقيقه كمان انا مش اول مره العب معاه، انا لعبت معاه في ماتشات كتير قبل كده، بتختلف بقى من ماتش لماتش. لك كل الاحترام والتقدير كابتن محمد ابراهيم، بجد انا بشكرك جدا على الماتش الجميل ده، لان فيه كابتن رحاب وحضرتك، وان شاء الله يكون في بينا ماتشات كتير باذن الله الفتره اللي جايه. اسيبكم بقى تتفرجوا على الماتش للنهايه وتقولوا لي رايكم كمان في الكومنتات، وكمان احنا متقبلين اي انتقادات قبل ما تسمعونا اي ايجابيات. وفي النهايه تحياتي لكل لاعب راكت، اوعوا تنسوا اللايك والشير بقى. ها يلا اشوفكم في ماتش جديد.